في كتابه ودخلت الخيل الأزهر ذكر الكاتب محمد جلال كشك إن مصر قبل الحملة الفرنسية كان بيحكمها أسوأ أمراء المماليك في تاريخ دولتهم واللي استمرت أكتر من 500 سنة، وإن المماليك اللي صدوا هجمات التتار وأنهوا الوجود الصليبي انتهى بيهم الحال للاعتماد على الإنجليز والفرنسيين للوصول لعرش مصر، وإنهم بقوا تابعين ليهم بشكل كامل. بس قبل ما نبدأ تعال نبص بصة على أطراف الصراع السياسي اللي كان داير في مصر وقتها. اولا عندنا العثمانيين اللي كانوا بيحكموا البلد عن طريق والي. الوالي ده كل دوره في الحياة انه يجمع الضرايب ويبعتها لهم في الاستانة، وكان الوالي ده بيحكم الوجه البحري كله، واما الصعيد فكان بيبقى تحت سيطرة المماليك، وكانوا برضو بيدفعوا الضرايب للوالي علشان يبعتها للاستانة، لكنهم كانوا بيدفعوها مقدم ويلموها براحتهم من الناس، وده معناه انهم كانوا بياخدوها اضعاف مضاعفة من الشعب المصري. وعندك الانجليز اللي مستنيين الفرصة المناسبة علشان يدخلوا يحتلوا البلد. واحتلال مصر بالنسبة لانجلترا كان مسألة حياة او موت، لان انجلترا في الوقت ده كانت محتله الهند وهي اهم مستعمره بالنسبه لهم، او تقدر تقول انها الفرخه اللي بتبيض لهم ذهب، وكانوا محتاجين مصر علشان يامنوا طريق التجاره ما بين انجلترا والهند، وهو نفس السبب اللي احتل عشانه نابليون مصر، وهو قطع طريق التجاره على بريطانيا، بالاضافه لمحمد علي واللي كان قائد قوات الارناؤوط او اللي هي القوات الالبانيه، واللي وصلت مصر سنه 1801 مع مجموعه من الفرق العسكريه العثمانيه اللي كونها السلطان، وكانت الفرق دي من سوريا وتركيا وقبرص وألبانيا. وبيذكر المؤرخ المصري عبد الرحمن بيه رفعي إن محمد علي شاف مصر مكان مناسب لممارسة قدراته العسكرية وحنكته وبعد نظره. وبيحكي عبد الرحمن بيه الرفعي عن بدايات محمد علي في مصر في كتابه تاريخ الحركة القومية إن قائد